نهار واحد الاعتزاز. الله يجعل هذا الوطن يمشي ان شاء الله يعني من حسن الى احسن تحت القياده الساميه صاحب. اللهم امين. استاذ جلاله الملك حفظه الله يتبرع بالدم، التفاته كريمه من جلالته، تجسيد لعنايه جلالته الساميه وتضامن جلالته الكامل حفظه الله مع الضحايا. هي لحظه تضامن، تعبئه شعبيه مغربيه بقياده جلاله الملك نصر. لحظة لحمة مطلقة قبل أن نكون رجال دولة نحن وطنيون مغاربة ونحس بما يحس به صاحب الجلالة. وكما قال سيد كوماد وكما أفدتم كذلك، شوفي الفرحة اللي دخلت على وجه الطفلة في الإنعاش. في الإنعاش ابتسامة فرحانة، نسات المرض ديالها، نسات كلشي لأن شاف صاحب الجلالة. باش كتشوف الناس باش كيصفقوا، سواء الممرضين سواء الأطباء، وكنساو بعض المرات الممرضين كيقوموا بدور كبير كيبقاو تيصفقوا. الناس اللي برا دخل سيدنا الله ينصرو وبقاو تيصفقوا. المغاربه تيبغيو ملكهم، نقولوها بالدارجه، وكنبغيو كاملين ملكنا، وعندهم الثقه والمصداقيه التامه في صاحب الجلاله. وباش كيعطينا صاحب الجلاله الاوامر ديالو الساميه كاملين كنمتثلوا. ولا بغينا نهضروا حتى بالجانب العلمي محض، ونحطوا الاولويات والابجديات ديال تدبير اي ازمه. اول نقطه تدبير الازمه هي اعطاء اولويات، هو ما قام به صاحب الجلاله. في الدقائق الاولى كما تفضلتوا سيد كومار، في الدقائق الاولى، في اللحظات الاولى، وبعد ذلك في البلاغ ديال الديوان الملكي اللي كان بين شنو هي الاولويات، سواء المسؤولين اللي كانوا حاضرين او لنا جميعا كمغاربه. الاولويات واضحه، هي انقاذ الارواح. وفعلا ربي سبحانه وتعالى كان حليم دينا، لان مازال ضربش الزلزال مدن كبار، ولكن حنا ما كنزايدوش في الارواح. كل روح ديال كل مغربي ومغربي الا وعزز على الله وعز علينا كاملين كمغاربه. والانقاذ ديال كل روح من تحت الارض انقاذ الا هو مهمه، وهذه التوجيهات اللي كنعطيها سيدنا الله يسرو. وكذلك الاستشفاء والتحضير ديال المنظومه الطبيه اليوم الحمد لله كنشوفوه فيها وفخورين بهادشي اللي تنشوفوه فيه. ولكن كذلك صاحب الجلاله رجل دوله كبير. كاين الجانب الانساني، كاين الجانب ديال الاستشعار وديال كيشاطر. شفنا الاسى ديالو نهار السبت، الاسى ديالو والحزن ديالو في ذاته الان، والقرب ديالو من الشعب ديالو كنشوفوه اليوم. كاين في ذاته الان رجل دوله كبير، عطى اوامر لوجيستيك اللي تكلمنا عليها الاستراتيجيه. من دابا نبداو باعاده الاعمار، من دابا العوده ديال الحياه الطبيعيه، من ماء، من كهرباء، من تليفون، مجموعه من الامور. وكذلك الاعاده ديال البناء من دابا كنبداو نوجدوا لها. هذه القوه ديال المملكه المغربيه، ديال الدوله اللي عندها 14 قرن. كاين استمراريه، كنعرفوا راسنا اش كنديروا، كاينه وجهه، كاين الناس اللي مدربين على هذه الامور هذه. وكنرجع لواحد النقطه اللي مهمه جدا، وشفنا كامل البلاغ ديال وكاله المغرب العربي للانباء ديال لاماب اللي خرج اليوم، ديال ان كيفاش ان مجموعه من الفرق ديال الانقاذ اللي حاضره في المغرب، خصوصا في الاسبانيين، اللي المنسق ديالهم الان تيقول انه نحن نندهش للمستوى العادي ديال الفرق المغربيه اللي شغاله 72 ساعه تبارك الله او اكثر، بامكانيات مغربيه، بخبرات مغربيه في ارض الواقع، خبره كبيره. معناتها كاين تدبير على المستوى العالي في الازمات، وكاين كذلك المستوى التدبيري والمستوى المنظومي ديال كمؤسسه كدوله كمجموعه من القطاعات اللي كتشتغل يد في اليد بتنسيق تام. وفي ذات الان عندها درايه بارض الواقع، عندها درايه بالحاجه ديال المواطنين، عندها درايه بالجغرافيه، عندها كذلك رغبه كبيره في المساعده اللي كتطبقها في ارض الواقع ومحدود استراتيجي كبير. استاذ كومات، وانت كتتابع معنا هذه الصور، جلاله الملك حفظه الله يتبرع بالدم، التفاته كريمه من جلالته. وهذا في الحقيقه صاحب الجلاله عودنا على مثل هذه المبادرات الساميه، بحيث انه كان في الازمه ديال الكوفيد صاحب الجلاله ايضا كان من السباقين ومن الاوائل اللي تبرعوا بالدم ديالهم. صاحب الجلاله في الحقيقه هذا الجانب الانساني والجانب اعطاء يعني الأهمية الكبرى أولا للإنسان، يعني الإنسان واللا مادي. يعني الاقتصاد والماديات يمكن تتطور، ولكن اللي كيبقى العمق ديال البلاد والأصالة ديال أي بلاد هي العلاقات الإنسانية. وصاحب الجلالة شو الملك زياد؟ شو الملك الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لا سيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية. تشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية. فتح حساب خاص لدى الخزينة وبنك المغرب بهدف تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للمواطنين والهيئات الخاصة
والعامة، وكذا التعبئة الشاملة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن بجميع مكوناتها من أجل تقديم الدعم ومواكبة المواطنين في المناطق المتضررة. وبهذه المناسبة تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله فتبرع بالدم، وهي التفاتة كريمة تجسد العناية الملكية السامية وتعبر عن تضامن جلالته حفظه الله الكامل وعطفه على الضحايا والعائلات المكرومة. كما تجسد زيارة صاحب الجلالة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس العناية الملكية السامية التي يحيط بها جلالة الملك حفظه الله ضحايا زلزال الحوز، وتكرس التكافل القائم بين جلالة الملك حفظه الله وشعبه في السراء وفي الضراء، بما يمكن المملكة المغربية من تجاوز الأزمات والتطلع إلى المستقبل بإقدام وبعزم. أزعجونا بالحديث عن أهل الفساد في المغرب وما حدثونا عن أهل العبادة والفضل والعلم والكرم. المغرب رجالها رجال دين وخلق ونساؤها نساء عفة وفضل. كيف بك لو رأيت النساء المغربيات الشريفات العفيفات وهن يتهافتن على المساجد ويتوافدن على الدور القرآنية؟ ولو نطق الجدار في المغرب لنطق حضارة، ولو نطق الحجر في المغرب لنطق تاريخا، ولو نطق الورق في المغرب لنطق علما. يكفي أن المغرب تحتضن جامعة القرويين بمدينة فاس، وما أدراك ما جامعة القرويين، أقدم جامعة في العالم بحسب اليونسكو، شيدها سيدة المغربية هي فاطمة الفهرية. فليعلم كل مدع للثقافة والعلم وكل مفاخر بشهادته العلمية أو رتبته الأكاديمية أن في رقبته دين للمغرب. في المغرب سترى نساء عالمات وفقيهات وحافظات لكتاب الله يحملن أعلى الشهادات في العلوم الشرعية والأدبية والفقهية وكذا العلوم العصرية. أهلها أهل كرم وطيبة وحفاوة مع القريب والغريب. حياكم الله يا أهل المغرب. اللهم انفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، آمين. وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، آمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين. وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم، آمين. وعافنا من كل بلاء يا عظيم، آمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، آمين. وشفاء صدورنا، آمين. ونورا لأبصارنا، آمين. وذهاب همومنا وغمومنا وأحزاننا، آمين. ومغفرة لذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا، آمين. وقضاء لحوائجنا، آمين. وسائقنا وقائدنا ودليلنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم، آمين. صدق الله العظيم.